أهلا بكم في بودكاست Behind the Business. أنا منى الله، وفي الحلقة دي هنحكي قصة شركة مصرية بدأت بحلم جميل. كانت بتسهل على الناس توصل لحاجات من العالم كله، لكن بعد ما شغلت آلاف الناس فجأة كل حاجة وقفت. ليه وإزاي؟ دي قصة شركة اسمها لينكس. أوقات كتير في مصر كنا بنشوف المنتجات على أمازون ونتحسر، مش بنعرف نشتريها ومش عارفين نوصل لها، وبنخاف من الكريدت كارد والجمارك والشحن اللي بيضيع. وهنا جه شادي علي حسين بفكرة مجنونة: طب ما نشتريش احنا المنتجات للناس ونسهل عليهم كل حاجة من غير وجع دماغ؟ ليه؟ بدأت كخدمة بسيطة بتساعد الناس يشتروا من أمريكا ويوصلهم المنتج لحد باب البيت، لكن اللي حصل بعد كده كان كبير جدا. الشركة كبرت بسرعة، الطلب كان رهيب، الناس كانت أخيرا حاسة إنها تقدر توصل لحاجات ما كانتش تحلم تشتريها قبل كده. وأكتر من كده، كان في خدمة عملاء بالعربي، سعر شامل الجمارك والدعم كامل لو المنتج فيه مشكلة. يعني ببساطة بديل مصري مريح لأمازون وأي موقع عالمي. بس السؤال المهم هنا: ليه ما استخدموش أمازون مباشرة؟ الإجابة بسيطة: وقتها أمازون ما كانش بتشحن لمصر، واللي كان بيشحن كان بيطلب كروت صعبة، شحن غالي ومفيش ضمان يوصل، والجمارك كانت بتفاجئ الناس برسوم رهيبة. لينكس حلت كل ده، لكن زي ما النجاح جه بسرعة السكوت جه أسرع. في 2020 فجأة من غير مقدمات الموقع قفل والصفحة اختفت، والناس بدأت تسأل: فين شحنتي؟ فين المرتبات؟ وفين الشركة؟ طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل. من اللي عرفناه ان الشركة وصلت في مراحل نمو كبيرة جدا بسرعة، فتحوا مكاتب في أمريكا ووسعوا التيم، كانوا بيشتغلوا على التكنولوجيا الخاصة زي نظام الطلب الجماعي. بس في مشكلة: النمو السريع من غير سيولة كافية بياكل الشركات. لينكس كانت بتحرق الكاش، كانت محتاجة استثمار جديد، لكن الظروف الاقتصادية وقتها مع أزمة الكورونا خلت التمويل يتأخر، فلوس الشركة خلصت والشغل وقف. الأصعب من كده، ناس كتيرة اشتغلت فيها واتأثروا، في ناس كانت عندها شحنات في الطريق ملقوش رد. وهنا السؤال اللي لازم نقف عنده: ليه الشركات بتجري بسرعة من غير ما تتأكد إن عندها نفس طويل؟ ليه مفيش خطط إنقاذ واضحة؟ دي كل حاجة بتموت فجأة من غير تفسير. لينكس مش بس قصة شركة قفلت، دي قصة آلاف من الناس كانوا شايفين إن التكنولوجيا بتقربهم من العالم، وإن في أمل إن الشركات المصرية تبقى عالمية بجد. لكن زي ما الحلم بيبدأ بفكرة، لازم كمان يتبني على أرض قوية. طب أنا لو كنت مكانهم كنت عملت إيه؟ كنت حافظت على الكاش أكتر، بدأت أقلل من مصاريف التوسع، خليت في بلان بي من بدري. دي كانت حلقتنا عن لينكس، شركة مصرية بدأت بحلم وحاولت توصل عالم لمصر، لكن في النص اتكسرت الجناحات. أنا منى طلاب، وده بودكاست Behind the Business. لو عجبتك القصة شاركها واعمل فولو عشان تسمع قصص أكتر من جوه عالم البيزنس.